متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. دهشة وجنون الإعلام المصري بعد فوز المنتخب الجزائري على بوروندي، ويسخرون من المنتخب المصري بسبب الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. حقق المنتخب الوطني الجزائري فوزا كبيرا على منتخب بوروندي في اللقاء الودي الذي جمعهم اليوم بمدينة لومي الطوغولية. وسجل المنتخب الوطني الجزائري كلا من رياض محرز، بغداد بنجاح، إسلام سليماني ومحمد أمين عمورة ليختتم الخضر تربصهم في توغو بانتصار كبير هو الأخير لهم قبل الدخول في الكان. الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الجزائري سيسافر يوم غد إلى مدينة بواكي الإيفوارية، وذلك تحسبا لأولى مبارياته في كأس إفريقيا. وتحدث جمال بلماضي عن المباراة الودية التي خاضها اليوم، حيث قال: أنا راض عن فترة تدريبنا هنا في لومي، رأيت اللاعبين يركزون ومنضبطون ولديهم نفس الهدف المسطر. وتحدث الإعلام المصري كذلك عن المباراة، حيث أبدى إعجابه التام أداء ونتيجة، حيث صرح محمد أديب وقال: لقد رشحت سابقا الجزائر للفوز بالبطولة، وها أنا أكررها، الجزائر تتسم بالانضباط التكتيكي والصرامة الدفاعية، ويلعبون بروح الفريق عكس منتخب مصر. وتحية كبيرة لبلماضي الذي استطاع السيطرة على نجومه، فمحرز مثلا يهاجم ويدافع خط وصل بين الدفاع والهجوم، أنا حقا أرفع لهم القبعة، تماما عكس المنتخب المصري الذي يعج بالنجوم لكن لا يلعب بروح الفريق، وهذا مشكل كبير. ما رأيكم بما قاله الإعلام المصري عن مباراة اليوم؟ أجبونا في التعليقات.